ما ينفعش تقرر ان انت هتذاكر لغه انجليزيه وتقول لي بص انا هذاكر 4 5 ساعات كل يوم طول الاسبوع. شكرا، انت كده بتضحك على نفسك. هتذاكر يوم والتاني ولا هتذاكر بعد كده ولا هتعرف يعني ايه انجليزي اصلا. ذاكر يوم ويوم، يومين ويوم لا. حاول تنظمها طول الاسبوع بحيث ان انت تذاكر من 4 ل 5 مرات في الاسبوع فقط. بعد كده بقى لو حسيت ان انت نفسك مفتوحه بعد كام اسبوع ممكن تزود المعدل ده. طب هتيجي تقول لي هو انتوا مش بتقولوا لنا على طول ذاكروا انجليزي كل يوم؟ اقول لك لا، انا بقول لك مارس الانجليزي كل يوم. ده ان انت تتكلم مع شخص، تحاول تتكلم حوالي 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه. انما ان انت تذاكر انجليزي كل يوم مستحيل، هتزهق من الانجليزي مش هتذاكر انجليزي. حاجه مهمه بقى ان انت ما تذاكرش كمان انجليزي نفس الحاجه كل يوم، يعني ما تذاكرش قراءه كل يوم، ما تذاكرش قواعد كل يوم، ما تذاكرش كلمات كل يوم. ذاكر مثلا الحاجات المترابطه مع بعض، يعني مثلا استماع وقراءه، قواعد واستخدامها في محادثات، كلمات وكتابه بحيث ان انت تقول الكلمه وتكتبها. لازم تبقى عارف ان الانجليزي بيحب الصبر، بيحب الاستمراريه، مش بيحب ان انت تذاكر فتره اسبوع او شهر وتدوس على نفسك فيهم وبعد كده تزهق وما تذاكرش. الانجليزي بيحب الصبر والاستمراريه. اكتب بقى في الكومنتس ايه الطريقه اللي انت هتتبعها لو انت هتذاكر الفتره الجايه، ولو انت بالفعل بتذاكر قول الطريقه اللي انت بتذاكر بيها، يمكن غيرك يشوفها ويستفيد بيها.